السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم راح نوجدوا مع بعضنا المقروض. الناس اللي ما ينجحلهاش المقروض يجيها مشقق ولا يجيها يابس، ولا الغرس تاعو يابس، والكيما دارت له ما صلحش وكيما دارت له ما نجحش ودارت لها عقدة منه. راهي في المكان الصحيح، ولا حتى اللي ينجح معها المقروض وحابة زيد تكتشف طريقة أحسن وحابة زيد ينجح أكتر، راهي في المكان الصحيح مع أم يوسف. اليوم راح نديرو طريقة رائعة وسهلة وناجحة مليار بالمئة. لكن قبل ما نبداو حبيباتي، ديروا لي الجيم فضلا وليس أمرا، هكذا باش تنتشر القناة وتلقى اتساع أكتر ويستفادوا أكبر عدد ممكن من الأشخاص. وبسم الله نبداو. كما راكم تشوفوا جبنا 2 كؤوس ونصف من السميد. هذاك السميد المتوسط، الحجم نتاعو متوسط البنات. نص كاس اللي بقى راح نكملوه بالفارينة، نعمرو الكاس بالفارينة، ما نقبوهش مليح، نعمروه فقط هكذا. نفرغ البنات كل المكونات الجافة في القصعة تاعي، ونزيدو عليه ملعقة صغيرة من الملح. نخلطوا هاد المكونات الجافة مع بعضها هكذا البنات. كما راكم تلاحظوا، نقرب لكم شويه الكاميرا باش تشوفوا مليح هكذا. وعندي على جنب كأس إلا أسبوع من السمن، كنت ذوبته وخليته برد مليح. كملته بالزيت، عمرته فقط البنات، عمروه فقط، صدقوني راح يجي رائع بلا ما تفيضوه. واللي عندها الزبده ولا لا مارغرين تستخدم الزبده ولا لا مارغرين. حبيباتي انا نحب ريحه السمن بزاف، ونحب السمن في المقرود، ونفضل انه نستخدم السمن، وكل وحده والذوق نتاعها. المهم تبعوا لي الطريقه مليح هكذا. راح نبدا نبسس فيه، نحبكم مليح في يدي، كاين يد نفيكسيه واليد الاخر نهز به البنات السميد، ونحبك مليح، نحك مليح السميد بين يديا هكذا. كاين السميد اللي يشرب ليدام ليه، وكاين اللي يطول شويه باش يعطيني النتيجه، ما نقلقوش منه فقط. كما راكم تشوفوا فيكسي يدي في القصعه، واليد الثانيه راح تهز السميد ونحكو بهذيك اليد الثانيه هكذا البنات. كما راكم تشوفوا فيا، لاحظوا لي مليح الطريقه. ولما نجيو نخدمو البنات المقروض لازم ما نقلقوش منه، يعني كي تكوني تخدمي في المقروض تخدميه بحب، هكذا تعطيك نتيجة رائعة. شوفوا لما نشكل كويرات ما يتفتحوش معايا، نرميها ما تتفتحش الكويرة. يعني كي ندير له ليدام كيفاش نعرفوا باللي تبسس؟ ما نشوفوا انه مشمخ، وندير هذيك الكويره ما تتفتحش، صافي هذه هي علامات التبساس. حبيباتي نجيبو كاس كما شفتوني، نحطوه نص ماء ونص زهر، ونلمو. راني غير نلم ما نعجنش كامل، راني غير نلم في المقروض نتاعي هكذا حتى نحسو بلي تبل معايا. هنا راهو خدالي نصف كاس البنات، هذاك النصف راح نحتفظ به لانه راح يشرب المقروض مليح. هو من الاحسن حبيباتي انه تخلوه ليله كامله. انا كنت مزروبه شويه البنات، وكانوا جايين الضياف في العشيه، هنا خممت ندير لهم مقروض، درتو ليه في الصباح هكذا حبيباتي. نغطوه ونخلوه يريح مدة ساعتين كما راكم تلاحظوا. بعد ما كملوا ساعتين عاودت رجعت ليه، لقيتو بلي نشف لي شويه. هذيك النصف كاس تاع الماء مع زهر البنات اللي كنت احتفظت به، راح نعاود نبل به شويه هذاك المقروض تاعي. حبيباتي ما تخلوليش المقروض ناشف، لانه لو كان يكون ناشف راح يتشقق معكم في الكوشه وما يجيش مقروض خلاص هكذا. نبدا ندير في الحرابش نتاعي. راني هنا درت الحربوش تاع العجينه، راني درت فيه 300 غرام، جاوني زوج تاع 300 غرام وواحد تاع 180 غرام. اوتوماتيكمون الغرس راح ندير الحربوش فيه 150 غرام، والحربوش نتاع التمر نتاع العجينه اللي فيها 180 غرام شحال نديرو فيها البنات؟ شحال نديرو فيها؟ 90 غرام هكذا. التمر نتاعي البنات فقط، الغرس نتاعي راني درت لها شويه جلجلان، مغرفه تاع الزبده، ودرت لها مغرفه تاع الزبده، ودرت لها القرفه وعجنتها مليح، وزدت لها الماء باش ولات لي طريه.
وهكذا زدت لها شويه تاع الزيت، مغرفه تاع الزيت في النهايه، زيت المائده باش تلمس معايا وسي بون. هنا نبدا نشكل حبيباتي الحربوش نتاع العجينه لاباط نتاعي، لازم نفتحوه ونطلعوا له الجوانب من الاطراف كما شفتوني. علاه نطلعوهم البنات؟ باش كي نغلفوا هذاك الغرس نتاعنا بالعجينه نغلفوها فاسيلمون، تجينا العمليه سهله جدا وما يخرجش الغرس نتاعنا، تتغطى لنا فاسيلمون. كما راكم تشوفوا العجينه نتاعي سهله الاستعمال جدا. والآن وقت الصلاة على حبيبنا المصطفى. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، آمين يا رب العالمين. كما راكم تشوفون راني نعدل بيدي أو ميمطون نعاون بالطابع نتاعي باش يدير لي الحربوش على استقامة واحدة. هكذا حبيباتي، اللي ما تقدرش تحكم العلا تاعها تاع الحربوش تحاول انه ديروه في العلو نتاع ماذا نتاع الطابعه. كما راكم تشوفوا تلاحظوا في الصوره الحربوش تاعي راهو في العلو تاع الطابع تقريبا، وكي تضغطوا عليه يا البنات تضغطوا عليه ضغطه متوسطه، حاولوا تضغطوا عليه من الوسط وتزيدوا من الاطراف هكذا، ما راحش تعجنوه خلاص، المهم يخرج لكم النقش نتاع الطابع. العمليه سهله جدا، فقط مساله ولف فقط وتجربه. هنا نعتذر منكم حبيباتي لانه الشمس جاتني في لا فيديو ما انتبهتش مش واضحه مليح، ولكن الطرف الاخر من الحربوش راهو واضح. هنا نديروه في البلاطو نتاعي. البنات لما نديروه في البلاطو الغرس هذيك نحاولوا انه نحطوا الحبه الغرس نتاعنا، نحاولوا انه نغطوها. كيفاش نغطوها؟ نغطوها بانه الحبه يكون الغرس في الغرس ما تيبسناش، لو كان نخلوها هكذاك رايحه تيبسنا الغرس وما يجيكمش المقرود مليح. هكذا البنات كما راكم تشوفوا نستفوه ونعدلوه باش بالطابع كما راكم تشوفوا البنات. وها هو مقرودنا واجد، ندخلوه للكوشه نطيبوه من التحت ونعاودو نحمروه من الفوق، وكل وحده تعرف الكوشه كيفاش طيب تاعها وطيب بالطريقه اللي تساعدها. ها هو مقرودنا حاضر حبيباتي، شهيتكم في الجنه ان شاء الله. هكذا حبيباتي راح نشوفوا حبه نشوفوها مع بعض. ها هو المقرود ولا اروع، التبساس راهو يحكي وحده. ها هو المقرود تاعنا، شوفوا لي الغرس الله الله كيفاش راهي خدات مساحة كبيرة الغرس. هذا هو المقرود بالطبع والشان حبيباتي، باين عليه بلي مبسس هشيش ولا اروع مقرود تاع تقابلي به ضيافك تحمري به وجهك. ان شاء الله ديروه وليداتنا على ابواب الدخول المدرسي. كما تعرفوا التمر مفيدة جدا جدا للذكاء وللحفظ، نتمنى انه ديروها لوليداتكم او ميم طون ما راحش يجوعوا يفطروا به الصباح، تعاونهم وتعطيهم الطاقه والنشاط. شوفوا لي التبساس والهشاشه ولا اروع، يدوب في اليد قبل الفم. شهيتكم في الجنه حبيباتي، ان شاء الله تهلاو في رواحكم وفي صحتكم، نتلاقاو بخير وعلى خير، سلام.